أحلى وأطعم فتة عيد ممكن تدوقوها هي فتة الملوخية. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. في طاسة على النار هننزل بعيش ناشف مكسر وننزل عليه معلقتين كبار من السمنة ونقلبهم كويس قوي علشان نحمر العيش في السمنة. ولما العيش بتاعنا يتحمر هننزل عليه بمغرفتين من الملوخية ونقلبهم كويس قوي وننزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصة ونقلب العيش على النار لحد ما العيش بتاعنا يطرى تماما. هننزل بيه في طبق التقديم بتاعنا ونغطي عيش الفتة برز أبيض ونسويه كويس قوي لحد ما الرز يغلف كل العيش بتاعنا بتاع الفتة. هنوش على وش الفتة فلفل اسود ونبدأ نوش عليها خيوط من الملوخية بتاعتنا من باب التزيين. وفي طاسة على النار هنحط معلقة كبيرة من السمنة وننزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة. ولما الصلصة بتاعتنا تشكشك في السمنة هننزل عليها بشوية مية ونقلبهم حلو قوي ونسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك. ولما تتسبك هنزوق بيها وش الفتة زي ما زوقنا وش الفتة بالملوخية، وده بيبقى شكلها النهائي. فتة الملوخية فتة تعودنا نعملها في العيد، قد ايه طعمها جميل وقد ايه كل اللي بيدوقها بيقع في غرامها وما بيبطلش يعملها ابدا، لانها فعلا طعمها شهي جدا ومختلف تماما عن فتة الخل والثوم، وبيحبها جدا كل الناس اللي بتتعبهم فتة الخل والثوم. أتمنى لو الوصفة النهاردة عجبتكم تنفذوها إن شاء الله في العيد، وكل عام وانتم بخير، لأنها فعلا مختلفة ومتميزة وشهية جدا وهتعجب أي حد يدوقها إن شاء الله. وبالهنا.